وحمضي طبيعي. احنا ما نتكلم عن الزيوت المهدرجه والاجبان المصنعه الكيميائيه، ما نتكلم عن اللحوم الصناعيه، نتكلم عن اللحوم الطبيعيه من حيوانات سارحه. نتكلم عن الاجبان من حليب من حيوانات سارحه. مثلا نتكلم عن مثلا الخبز يكون حقيقي وكامل هني، فيكون بالخميره البلديه يكون قلوي ممتاز. هني اذا كان ابيض ومع خميره مكرره ومواد كيميائيه بيكون حمضي وخطير على الجسم. طيب لما يكون كامل وطبيعي بالخميره البلديه الحامضه يكون ممتاز جدا ونافع جدا، بس بشرط التنويع. ما تعتمد فقط على القمح الكامل، مره قمح مره شعير مره ذره مره كذا، تنوع في الخبز. تمام. هذا اذا انت قدرت تسويه. زائد عدم سهر بالليل، شمس كل يوم، تتجنب المواد الكيميائيه اللي تدخل عن طريق الفم او الانف او الجلد او البشره. نعم، شامبوهات كيميائيه او الاصباغ الكيميائيه. اسمعوا اخواتنا، الاصباغ الكيميائيه، الملونات الكيميائيه، كلها راح يمتصها دمك وكلها راح تروح الكبد. انا هذه لما اقولها في المحاضرات يزعلون يا اخوات، اقول لهم احنا نحذر من الاسيدك، المواد الحمضيه، من ضمنها اخطرها رقم 4 المواد الكيميائيه. المواد الكيميائيه وين موجوده؟ في الطعام او في الشراب او في التنفس او مواد تجميل ما يلامس الجسم. تمام. 4 مصادر كيميائيه خطيره على الجسم. اللي يدخل في الاكل ملونات صناعيه، منكهات صناعيه، مثبتات صناعيه، اي شيء صناعي حطوه في المعلبات وغيرها. 1. 2 السوائل نفسها، اذا في ملونات صناعيه او مشروبات غازيه الى اخره، هذا السوائل والاكل. طيب بعد اللي يدخل عن طريق الانف اللي هو الغازات، السيارات، المصانع، او التدخين الايجابي او السلبي. تمام؟ هذا يدخل الانف. طيب هذه الحين مصدرين او 3 مصادر قلنا. طيب الرابع هو خطير جدا، ما يقل خطوره على الجسم. تدرون ايش هو؟ المواد الكيميائيه اللي تلامس الجلد والشعر والاظافر. مش فقط التجميليه، اي ماده كيميائيه، حتى مواد تنظيف اي مواد تنظيف. احسنت. اي ماده كيميائيه تلامس الجلد او الاظافر او الشعر. بعض الناس يستهين في هذه المساله، بس هذه مو سهله. ليه؟ لان هذه اذا كانت دائما او مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع او يوميا حسب المواد، هذه كلها راح يمتصها الجسم. يعني شو يمتصها الجسم يا جماعه؟ يعني يروح للدم، ومن الدم راح يروح للكبد. السموم زي ما تروح اللي عن طريق الاكل والشرب راح تنهضم وتروح للكبد عن طريق الدم، كذلك بتتنفسه اللي لامس جلدك او شعرك راح يروح للدم، ومن الموصلات راح يروح للكبد. صح. يعني مثلا الصبغ شو اخباره؟ توقعوا شنو خطوره الصبغ للرجال والنساء؟ حتى الرجال الان الشباب استهانوا عندنا في الخليج صباغه الشعر كلها تصبغ اللحيه وصار سهل مثلا. وهذه خطيره جدا، المواد الكيميائيه هذه خطيره جدا للجسم. الشعر يمتص بكفاءه عاليه ويودي للدم بشكل خيالي. نعم. تمام. طيب والعنصر النسائي ايش اخباره مع الصبغ؟ الصبغ تعطي للنساء الحوامل تقدر تدير لها اجهاض. غير الحوامل. ايوه. طيب واللي مش حامل؟ الصغيره الكبيره اللي ما تحمل مثلا ليس بامكانها، يضرها ضرر يقيني وخطير جدا جدا جدا، لكن الناس مش واعيه. وواحد تصبغ احمر واخضر وكل يوم مسوي لون، ما تدري ان هي هذه قاعد تروح تركض ركض بالسرطان. تركض بسرعه عندها، ما تنتبه لأنه يغرها الطاقه والنشاط الحيوي الان او عمر صغير كذا، بس للاسف بعد فتره ولا كل شيء متدمر منهار. مش فقط سرطان، بعض الناس ينتبه بس السرطان، هو في شيء من قبل السرطان، مناعه منخفضه، هرمونات متخربطه، المشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في الجسم، التهابات في الجسم، الى اخره من المشاكل يعاني منها الطرفين، الرجل والمراه، اذا كان يعاني من كثره كيماويات على جسمه من برا، سواء على الجلد او الشعر او الاظافر. طيب الان شفتوا مثال الكولاجين؟ صح. سبحان الله. كولاجين مثال. الكولاجين هذا لما نرفع 8% قلوي، طيب منتجات دي اكسل وين تصب؟ اسيدك ولا قلوي؟ قلوي، ولكن سبيرولينا فيها بزوج. اوكي، قلوي لاي مستوى؟ طبيعي طبعا، طبيعي وعادي. هي طبيعي، نتفق انها طبيعي، منتجات اكسل نعرفها اورجانيك طبيعي. طيب قلويه فيها الى اي مستوى؟ مثلا مستوى عالي، مثل اعطوني مثال. سوبر احسنت قلوي. يعني شنو سوبر قلوي؟ تدرون يعني مثل شنو؟ انتم شفتوا طبعا ابحاث ودراسات، هذا كلام مش ترى تسويق، مش دعايات، مش كلام فارغ يعني. هذا كلام وكاله ناسا وفضاء امريكيه وعلماء يقولون هذا الكلام. الجرام واحد، مش الجرام، الدراسه قالت في وكاله ناسا وفضاء امريكيه تقول الكيلو واحد من طحالب سبايرولينا يعادل ويوازي 1000 كيلو طن من الخضروات والفواكه المتنوعه والمنتقاه. كيلو يعادل 1000 كيلو، نسبه وتناسب الجرام يعادل كيلو 1000 جرام.
كيلو يعادل 1000 كيلو، الجرام يعادل 1000 جرام كيلو. اذا الانسان ياخذ من السبرولينا مثلا 3 4 5 10 جرام باليوم حسب حاجته، 3 4 جرام اللي يكون جرامين ان شاء الله. يعني على كلام وكالة ناصر الرجل قاعد ياخذ كيلوين 3 كيلو خضروات وفواكه منتقاه ومتنوعه. طيب اضف لها كم جرام من الفطر الريشي؟ غني جدا بالقلويه. يعني العلماء يقولون، في علماء في الهند قالوا في 2014 في بحث علمي او مؤتمر علمي في الهند، قالوا ان الفطر الريشي فيه، هذا احد العلماء قال فيه اكثر من 500 ماده قلويه. ما شاء الله. يعني اعطيكم شنو يعني ماده قلويه؟ يعني الحين مثلا التفاح كم ماده قلويه فيها؟ حسب الدراسات مثلا قد تجد ان بعض الدراسات تقول مثلا 50 60 ماده قلويه. التمر 40 50 60 ماده قلويه. يعني فيتامينات ومعادن وانزيمات ومضادات اكسده منوعه كذا وكذا، في كل ماده على حسب البحث العلمي اللي هم وصلوا له الان، تمام؟ مثلا الرز الاسمر الكامل كم في ماده قلويه؟ 40 50 60 ماده قلويه مثلا. طيب عند المقارنه الريشي كم ماده قلويه؟ 500 ماده قلويه. طيب السبرولينا كميه القلويه الموجوده من التفاح ولا بالموز والبرتقال، احنا طبعا مع احترامنا وتقديرنا للتفاح والموز والبرتقال مع حفظ القابهم طبعا، اكيد هم قلويين مفيدين جدا. ما بقاش فيهم. بس احنا نقول قلويين مفيدين جدا. ما نطعم فيهم، بس احنا نقول كم تحتاج تاكل من الفواكه والخضروات اليوم عشان تقدر توصل 80%؟ العلماء يقولون وش انا؟ 7 إلى 9 حصص خضروات وفواكه وحبوب كامله لما تاكلها كل يوم عشان توصل 80% المطلوبه منك. تمام؟ هذا فرض العين الواجب اليومي. زين 7 9 حصص من فينا اليوم كنمط حياه، مش برنامج، مش حميه، مش دايت، مش عشان انزل وزن، مش عشان ابي قلويه مده اسبوعين واوقف، هذا نمط حياه. نمط حياه. اطفال، كبار، صغار، اصحاء، مرضى، دكاتره، عباقره، ناس بسطاء، كل البشر لازم يكون بهذا التوازن. تمام؟ عشان اكل قلنا بهذا التوازن 7 9 حصص، اذا انا كل يوم لازم اكل 7 9 حصص من هذا، تمام؟ طيب هل هذا واقع اليوم؟ لا. العكس هو الواقع. العكس. المسمن والطواجن اللحم وطواجن كسكسو الفيسا وغيره، هذه المواد اللي قاعد ناكلها كل يوم هي الاصل. بعدين بعض الناس يقول انا عندي وعي، انا عندي وعي غذائي صحي، بس يا اخي يا جماعه بعض الناس يقولون اخواننا واخواتنا كان عندي وعي صحي، وانا اليوم صار لي مثلا مع دي اكسن وقاعد اخذ منتجات وعندي وعي في هذه الدراسات وكذا، بس انا اخي ما استطيع. تدري ليش ما استطيع التزم 7 9 حصص؟ ليش؟ واخي تدري عزايم ونروح ويجي، وكل يوم عنده عزيمه، كل يوم هو ضيف او هو مضيف، وكل يوم في عزايم، وكل يوم في مطاعم، وكل يوم احنا طالعين عشان مطعم ما يصير لازم اجامل الناس، لازم الناس تجاملني، لازم اذا عزمت لازم اكل معاها، فكل يوم احنا قاعدين ناكل من اللحم والدجاج والعيش الابيض والخبز الابيض والحلويات والمقليات والمزيتات والمسمنات بالمواد الكيميائيه 24 ساعه، فبالتالي هذه في ازمه صارت عند الناس كلها. انخفاض القلويه في حياه الناس، لذلك لما تشوف مثلا الكولاجين اللي قلنا عليه قبل شوي، طبيعي تشوف الناس اليوم بعمر ال 30 وعمر ال 40 حتى بال20 صاروا ما شاء الله يعانون من شيخوخه مبكره، تعاني من مشاكل في البشره، رجل وامراه الكولاجين ضعيف عنده. طيب يا جماعه الخلل الان مش فقط في الجلد، استوعبتوا الكلام اللي قلته قبل شوي؟ صحيح. لما قلنا الكولاجين اللي قلناه 5 انواع، كل واحد منها له علاقه، الكولاجين هذا يدخل في الاوتار وفي الغضاريف وفي القرنيات وفي الاوعيه الشرايين من الداخل، البطانه ما توعيه الشرايين، لذلك الشيخوخه اللي تشوفها مبكره في عمر 20 30 40 تظهر من الخارج لانخفاض الكولاجين الطبيعي اللي ينتج جسمك. طبيعي انه انت من الداخل في انهيارات، في داخل جفاف في الكولاجين، فانتاج وتعويض انتاج الاوتار وتغذيتها بالكولاجين والقرنيات هذا كله يصير فيها مشكله. لكن اليوم لما تشوفون الناس تشتكي اليوم من كثره مشاكل الغضاريف، كثره الديسكات، كثره المشاكل العين، لانه هو اصلا الكولاجين منخفض جدا في حياته الجسم بسبب الخلل في الغذاء. بعدين يقول كان عندي مرض، هل اخذ الديكسن تفيدني في هذا المرض؟ يا رجل انت ضبط القلويه وارفع في انتاج القلويه في جسمك بسبب هذه الاغذيه وغيرها، اغذيه ديكسن وغيرها، مع الاهتمام بباقي العوامل قدر الاستطاعه، قلنا الرياضه والحركه وعدم السهر الى اخره، علشان نضمن ان جسمي ينتج الكولاجين باحسن كفاءه، جسمي ينتج مع التعرض للشمس الدال باحسن كفاءه. طيب ليش اعتمد على الدال الداخلي الطبيعي وما اعتمد على الدال اللي اشتري من برا؟ لماذا؟ مين يجاوب؟ سريع تفضل، مين يجاوب؟ لماذا يقولون العلماء، انا انقل كلام العلماء الان، لماذا الاصل ان احنا نهتم بالدال اللي ينتج الجسم كما كان ادم عليه السلام قبل 50 سنه؟
كانت الناس واعيه، تاكل اكل طبيعي، تتعرض للشمس، ما في كيماويات، فالدال دائما عندهم قوي، فبشرتهم منظره، الكولاجين عندهم طبيعي، المناعه عندهم ممتازه، الذاكره عندهم ممتازه. يا جماعه الناس كانت اول في الجلسه الواحده ممكن يسولف 20 قصيده، رجال ونساء، رجال ونساء، ممكن تجيب من ذاكرتها شكل ما تروح تراجعه، ما يحتاج تروح تراجع، هي تذكر قصيده 20 بيت، قصيده 15 بيت، تحفظ كذا، تحفظ قصص وتحفظ التاريخ لحد قريب، ترى لحد بعض ادركناهم بعض الشيبان والعجائز منهم يعني جداتنا كذا. احنا اليوم في وقت بيتين على بعض ما نحفظ آيتين على بعض ما نقدر. تغذية سليمة، وكمان لا شوف هي عاملين يا جماعة أو 3 عوامل، اسمحوا لي أنا أختصرها ب3 عوامل، 3 عوامل رئيسية وأساسية. التغذية كانت عندهم تميل للنبات بالزاف، كل الناس. واحد، يعني ما كان في الانتاج الحيواني هذا بالطريقه هذه، والتصنيع الحيواني والسهوله في الانتاج الحيواني الى اخره، فكانت الناس تعتمد دائما على النظام النباتي. اغلب الناس، كل الملل، كل العرقيات نتحدث في هذا الا نادر، الا بعض الاقطاب وكذا، وكانوا ياكلون سمك، اللي ياكلون كذا كان سمك مش غيره. اما اغلب وسمك طبعا قلوي للعلم، سمك اللحم النباتي يسمونه، سمك داخل هنا مش هنا، تمام؟ فسمك امن لو تاكل منه ان شاء الله كل يوم 5 مرات ما عندك مشكله، بس سمك طبيعي غير مغطس بزيت غير مقلي. الشاهد 3 عوامل كانت الناس تغلب النظام النباتي. واحد، اغذيه طبيعيه بالكامل من البذره حتى الحفظ، حتى كل شيء، ما كان في شيء اسمه كيماويات ولا تصنيع ولا معالجات كيميائيه قديما نتكلم. زائد عندهم قلنا الكيماويات قليله في الانتاج وغيره وغيره، والحفظ وغيره، كمان ما في شيء اسمه كيماويات، ما في مصانع قديما، ما في تدخين، ما في شيشه، ما في سهر 70-80 سنه اقصد، تمام؟ ما في هذه كلها. زائد احنا قلنا 3 عوامل. العامل الثالث الحركه. كانت الناس رجال ونساء، اطفال وكبار وصغار، الانتقال من منطقه لمنطقه على الخيل وعلى البغال، واللي يكون فيها حركه، هذا رياضه. المشي، واحد ما عنده يروح يمشي بس عشان يروح يجيب اغراض البيت، ولا مرأة تروح تجيب شيء ولا كذا، او تروح تشوف اختها تمشي لك كيلوين 3، هذا طبيعي جدا، رجال ونساء. اذا عامل الحركه، والحركه وين تكون ايام زمان؟ بالنهار. بالليل اذا في شمس في حركه، اكل اغلبه نباتي، وكيماويات قليله جدا، ما في اصلا كيماويات اول. صح. ايش يصير؟ لا تساعد باحسن ما يكون، الكولاجين ينتج باحسن ما يكون داخليا وخارجيا، الدال احسن. طيب نرجع لسؤالنا. لماذا الدال اهتم اني اراعي انه يكون دال حل مشكله الدال يكون عن طريق الجسم وليس عن طريق المواد الخارجيه، الدال المصنع؟ لماذا؟ تفضل. لانه محتاجين للدال تكون طبيعيه مو مصنعه من. طيب اتفقنا الحين، لماذا يكون طبيعي؟ طبيعي بدون بقى الجسم، لان الجسم هو اللي انتجه. يا سلام عليك، ما شاء الله. اجابه نموذجيه. شلون؟ داخل الجسم هو داخل هيخرج، ما دام داخل. لا قد يتوافق قد ما يتوافق، لان هذا مواد كيميائيه او مصنعه. يوافق يبقى بعد الوقت قليله وما يسالي المفعول ديالو. ممتاز، احسنت. وبعد انت قلت نقطه جوهريه، اللي ينتجه الجسم يدوم، لاني انا دائما خلاص راح اتعاهد اكلي، نمط حياتي راح يكون صح، ينتج الدال باستمرار. فالدال انا ما احتاجها يوم واحد بالاسبوع ولا يوم بالشهر، احتاجها كل لحظه، تمام؟ الدال احتاجها كل لحظه. لذلك الحل لما ياتي من الخارج هذا حل قاصر ومحدود وغير صحيح، ولا يدوم. ما ناخذ الدال من برا كحبوب ولا كابر، مو صحيح. طيب هذه واحد. 2، مسألة مهمه جدا، الدال ما يعمل بالجسم لوحده، هذا مفهوم خاطئ جدا. الناس يقول والله عندي انخفاض في الدال وحيل، عندي 15 درجه او 10 او منهار عندي الدال مثلا، ايش سويت؟ والله اخذت كبسوله الدال ولا انبوله الدال. طيب مين قال لك ان الدال يشتغل لوحده؟ هذا فهم جدا سطحي. الدال يحتاج له الدال يحتاج له عشان يعمل في الجسم مثل ماده النحاس، مثل فيتامين سي، تمام؟ في عده مواد اخرى مع الدال يجب ان تكون في جسمك عشان الدال يقدر يشتغل، تمام؟ طيب هذا خلق الله، هذا اللي ممكن بعض العلماء الان وصلوا ان الدال يحتاج كذا وكذا كذا. طيب مين قال؟ قد يكتشفوا بعد 20 سنه ان الدال كان محتاج ماده هم عرفوها الان تنتج بشكل بسيط جدا او موجوده بسبب اكلك البسيط هذا بنسبه 0.0 ميكرو كذا بالمية. اكتشفوا بعد 50 سنه من الان بسبب تطور علمي او غيره او اجهزه، ممكن يكتشفوا بعدين انه كان ترى عشان يشتغل الدال لازم يكون معاه ماده فلانيه. طيب هذا شلون؟ لما انت تاخذ الدال المصنع ودال وحده، صح؟ الان بدأوا ينتبهوا بعض الماركات، بدأوا يحطوا مع الدال المواد اللي هم وصلوا لها انها قد تساعد في امتصاص الدال وتحويلها الى دال فعال في الجسم من 4 إلى 3 وغيره. الان الدال ينتج جسمك ما في مثله، مستحيل، بس بشرط يكون عندك 80% قلوي. ليش نقول 80% قلوي؟
وتكون اغذيتك منوعه. شنو يعني منوعه؟ يعني موسميه، يعني بلديه، محليه يفضل. يعني شنو؟ اكل فواكه حسب الموسم الان شنو موجود، اكل خضروات الموجوده الان بالموسم، حسب الموسم. انوع في الحبوب الكامله، الخميره البلديه. ليش؟ لانك ما تعرف وين الماده اللي موجوده اللي هي قاعد تشغل جسمك عشان الدال يكون فعال، الكولاجين يشتغل صحيح، الجلوتاثيون اللي هو مضاد اكسده قوي ينتج الكبد عشان يشتغل بشكل كفاءه. لازم تنوع في المواد الخام عشان يشتغل جسمك. الان شفتوا هذه دقت الساعه قربت 3 باقي 40 دقيقه او 30. طيب الان شفتوا هذه الحين الاضاءه على موضوع الكولاجين ومثل الدال ومثل الجلوتاثيون اللي ينتج الجسم. هذا كله يحتاج ايش؟ الى مواد خام اللي هو 80% قلوي، 20% اسيدك، اتجنب المواد الكيميائيه، اتحرك واسوي باقي العوامل. هذا يحيلك بايش؟ نحن اليوم في اغذيه ديكسين نتعامل مع اغذيه وليست ادويه. نتعامل مع اغذيه وليست اعشاب. انا كلامي هذا اقوله اليوم مو اني قاعد اذكر قوانين نظام الشركه. احنا نتكلم بالصحه. تمام؟ مؤمنين بمنتجات دي اكسن انها بالفعل اغذيه، ومن يقول انها غير اغذيه هو ظلم هذه الفكره. ليش؟ لان الغذاء محتاجه انا دائما، ولي ولابنائي وللكبير وللصغير، لان هذه وقود للكولاجين، انت مواد خام للكولاجين، مواد خام للدال، مواد خام لانتاج الجلوتاثيون، مواد خام عشان الهرمونات تشتغل صح، عشان مناعتك تكون تمام، عشان بشرتك تكون تمام، عشان عشرات الوظائف في جسمي تشتغل صح. فاذا بحاجه اني اضبط تغذيتي. هل طيب فقط اغذيه دي اكسن؟ مين قال؟ بالعكس، هي اصلا فكره دي اكسن، ذكاء مشروع دي اكسن انها تعطيك وعي غذائي كبير وعميق جدا. اذا انت انتبهت اليوم بسبب الاغذيه القلويه الثلاثه ولا الاربعه ولا الخمسه اللي قاعد تاخذها من دي اكسن، ان هذه القلويه لانها غنيه بالقلويه، لانها بجوده عاليه، شفت اثرها عليك اليوم، شفت الطاقه والنشاط وشفت اختلاف. اي نعم شفت ترى بسبب تحقيق 80%. يعني ايش؟ يعني اعطوك مفتاح اليوم ذكي عملي واقعي عشان قاعد يقولون لك هذه الرساله لي ولك ولكل احد فينا ولابنائنا ونهتم فيهم، ان ارفع في اكلك الفواكه والخضروات. ارفع، لا تاخذها نظريات ومدري ايش وانا ما اشتهي وانا ما احب. اغصب نفسك، هي ترى شهر شهرين تتعود مع الوقت على اللي انت ما تحبه راح تاكله بعدين. واضح؟ قلل من اللحوم والاجبان دون سكريات، قلل من كثره الاكل المقليات والحلويات ايش اسمه؟ المسمن وغيره. قلل والشباكيه، احسنت. قلل، احنا هناك نقول لها زلابيا. قلل من الشباكيه وغيره. في البدايه هي بس ترى هي تعود. واحد، اثنين في سبب خفي بعد مهم جدا. تدرون ليش احنا ناكل الحلويات بكثره؟ تدرون ليش احنا ناكل الحلويات بكثره؟ مو عشانها لذيذه. احيانا ترى احنا بعضنا مدمنين. احيانا لما ناكلها نندم، صح؟ نحس ان احنا لو ما اخذ نص واكتفيت كان احسن. ليش اخذ 3 4؟ والله اني انا صح. إدمان. ليش؟ تدرون ليش انت قاعد تاكلها بكثره؟ ادمان. ليش ادمان؟ الجسم تعود على، لا غير التعود، هو صار تعود، بس ليش صار تعود؟ ليش صار ادمان؟ ها؟ يا سلام عليك، هذه صح واحده. بعد طاقة كاذبة. احسنت. نملأ البطن عشان نملأ البطن فقط. احسنت، هذه مسألة خطيرة جدا. نعم، البكتيريا الضارة تطلب هذه المواد الضارة، تطلبها تشتهيها، البكتيريا الضارة في جسمك، فتدعوك تخليك تشتهي الضار، سبحان الله، لأن هي ما يناسبها، تمام؟ وكذلك قاعد تملي بطنك وبس، أنت بتملي بطنك. طيب ليش إحنا وقعنا في هذا؟ ليش البكتيريا الضارة صارت تتحكم في بطوننا وبالتالي باختياراتنا؟ طبعا هذا كان ترى علميا عليه ابحاث ودراسات الحين خطيرة جدا، الآن قاعد تطلع من آخر 10 سنوات وجاي. ليش هذا يحدث الآن؟ تقولون ليش؟ والكلام هذا خطير شوية. تقولون ليش؟ لا، غير الدعاية والإعلان كذا، هذا مشكلة. أي أحد، اسمعوا مني يا إخواني وأخواتي، أي أحد كبيرا أم صغيرا، رجلا أم امرأة، في أي وضع كان صحي، حامل مرضع، صحيحة، رياضية، مرة كبيرة، مرة طبيعية بجسمها سليم أو فيها أمراض، رجل بكل أحواله، أي أحد يقل عنده القلوية بشكل كبير ويزيد عنده الحمضية بشكل كبير، تولي تميل، يصير عنده قلنا انخفاض الطاقة والنشاط، يصير عنده انرجي، طاقته طايحة، مع انه قاعد يعبي بطنه كل يوم لحم وعيش وخبز ابيض وعيش ابيض وحلويات ومسمن وشباكية وكذا، قاعد يمليها هو، بس عمره ما راح يشبع. وهذه أزمة من أزمات أهل السنة، عمره ما يشبع. الضعيف والسمين عمره ما يشبع، يحس انه دائما لازم يخلص وجبه بياكل شيء، خلص الان هو عباها على الاخر بالغداء او على الفطور برمضان، عباها على الاخر من هذه المواد.
بس اول ما تروح شويه يصير في مجال يتنفس، جسمه راح يصيح يقول انا جوعان جوعان. هو مش جوعان، هو جوعان قلويه. والله هذا كلام علمي الان. هو جوعان قلويه، هو جوعان فيتامينات ومعادن وملح اكسده وانزيمات وخمار طبيعيه اللي هي جزيئات القلويه. هو جسم يطلب هذا. بس احنا نروح مرة ثانية نعبي غيبة ونعبي مدري شو اسمها وكنافه وبسبوسه، ونعبي مره ثانيه المواد اللي ما تسمن ولا تغني من جوع. تسمن ولا تغني من جوع. هذه تشبع ولا تسمن. هذه تشبع ولا تسمن. الخلل في كثرة اشتهانا للحلويات هو بسبب قلة القلوية. القلوية شنو فيها؟ فيها البوتاسيوم، فيها المغنيسيوم ومواد أخرى يغلب في المواد النباتية. هذه المواد يسمونها المعادن الباردة. المعادن الباردة اللي تبرد الجسم، البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها. هنا صوديوم، دهون، أملاح. هنا هذه لما تزيد راح جسمك يصير ساخن، فيصير دائما متوتر، دائما معصب، دائما متنرفز. لو تمر دبانه هالشكل تهاوش معاها، اتقاتل معاها حقيقه بسبب الاكل. صح الاكل الخطا. ولو رفعنا من هذا، طيب هذا الكلام يقولون بعض العلماء الان في التغذيه، يقولون يتاملون هذه الزوايا، شيء عجيب سبحان الله العلماء، ومنهم الاستاذ الكبير العالم الجليل الاستاذ محمد الفايد الله يحفظه. الاستاذ محمد الفايد ايش يقول وغيره من العلماء في الكتب يقولون نفس كلام العالم محمد الفايد، يقولون اي احد يزيد في هذه الاغذيه يصير عنده اللي قلنا قبل شوي التوتر والانخفاض الطاقه الى اخره والسمنه، او حتى ما عنده سمنه كان هو رياضي او هي رياضيه ما عندها سمنه بس تزيد من هذه يعاني، راح يضطر ياخذ المواد الكيميائيه بالمقويات ماني قايل اسمائها الان، مشروبات الطاقه وغيرها، او كثره السكر، وان كان رياضي بس هو ما يسمن صح وهي ما تسمن، لكن هي قاعد تعوض انخفاض الطاقه بالمواد المزيفه، الطاقه المزيفه تمام اللي ما فيها مخدرات. هذه تعطي طاقه حقيقيه، هذه تعطي شبع وطاقة حقيقية مفيدة لأن فيها مخدرات. الخضروات والفواكه تعطيك الطاقة الحقيقية، هذه طاقة مزيفة. طيب ايش التوازن؟ يعني هذه ما اكلها نهائي اللحوم، هذا كله اكل، لحوم واجبان اكل، ولكن 20% فقط. لو 10 بعد انت شاطر. لو يجيك ايام بالاسبوع تصوم فقط عن نبات، يوم بالاسبوع يومين انت بروفيسور عبقري التغذية. تصوم فقط عن نبات، سحورك وفطورك فقط نبات. يومين، ما اقول لك طول الاسبوع، ما اقول لك طول السنه، يوم بالاسبوع، يومين اذا قدرت. طيب هنا طاقه حقيقيه، طاقه مغذيه، طاقه نافعه، طاقه امنه، طاقه مشبعه، طاقه مغذيه للعقل ولكل خليه بالجسم. هنا اذا زاد عن 20% طاقه ضاره. هي طاقه نافعه بشرط 20-80. متى ما زادت هذه عن 20 دخلنا في الخطر. دخلنا في ارتفاعات الكوليسترول والدهون الثلاثيه ومشاكل القلب والشرايين، دخلنا بالسمنه، دخلنا بانخفاض الطاقه عكس ما يظنه البعض. لان هذه زياده فيها تعطيك اوفر لود طاقه. زائد ان غالبا هذه فيها مواد كيماويه وفيها معالجات خاطئه خاصه في هذا الزمن، وش زمان ايام زمان. طيب قلنا قبل شوي يقول العالم محمد الفايد وامثاله من العلماء يتاملون هذا الموضوع، اللي يزيد في هذه قال انظروا للشعوب اليوم. هذا في علم التغذيه موجود. الاستقراء الواقعي، انظروا الشعوب الآسيوية اللي دائما تاكل نبات لأسباب دينية أو أسباب عادية توارثوها وكذا، اللي ياكلوا النبات غالبا تجدهم هادئين، ريلاكس، الدنيا سهلة، الأمور طيبة، سبحان الله، هم شكل طبيعتهم، تمام؟ بمختلف الأديان، بمختلف الأعراق، ما لها علاقة، كبير صغير ما لها علاقة. ليش؟ لما يفحصون العلماء ويقولون كانوا لأن عنده القلوية مرتفعة بشكل كبير جدا. شو القلوية؟ معادن باردة، البوتاسيوم والمغنيسيوم هنا، فيصير عنده هدوء، جهاز العصبي عنده مرتاح على الاخر. وانا شفتها في بعض المواقف في ماليزيا. طيب هنا اللي يكثرون من اللحوم والهمبرجر والمدري ايش والوجبات السريعه ومشروبات الطاقه، يجي سبحان الله متوتر، يسوق غلط، ما يقدر يوقف. حتى يقول العالم محمد الفايد يقول شفت اللاين هذا الطابور ما يستطيع يوقف فيه. ما عنده شيء ولا عنده زحمه، وهو متربي احسن تربيه، خلوق ورجل وامراه، بس مو قادر. لو احد جاء وسوى خطر عليه، مو لانه هو يقدر يصبر، يقدر يمشي الموقف، بس لا، هو راح يعصب لانه ما يقدر، ما عنده السيطره بسبب كثره الصوديوم. مساله خطيره. لذلك العلماء يقولون انت ما تاكله، انت ما تاكله، انت في فكرك احيانا، انت في شخصيتك احيانا، انت في مسائل كثيره، تمام؟ لذلك ليش عندنا في الاسلام اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه؟ ليش تحرر الحلال؟ ليش ما تاكل الحرام؟ كلها معاني لو تأملتها لها علاقة. ليش حلال؟
ليش توخر على الميته لانها كلها لها علاقه، تمام؟ وابن خلدون له تاملات كبيره في هذا الموضوع. طيب الان ليش الدال نعتمد عليه لينتج الجسم؟ لان الدال يحتاج امور كثيره عشان يشتغل، لان الدال مش يوم واحد بالاسبوع ومره بالعمر تاخذه فتره، الدال طول عمرك انت محتاجه. هل الدال فقط علشان فيتامين د اذا انخفض يصير عندي مشكله بالعظام؟ الان الابحاث الحديثه تقول اذا انخفض الدال بشكل كبير عد من الامراض 60 70 80 مرض، وكل مره يكتشفوا اكثر واكثر بسبب انخفاض الدال، منها السرطان ومنها الهرمونات تختل ومنها الذاكره التركيز يضعف، منها الطاقه تنخفض، عشرات المشاكل. طيب وين المفتاح؟ وابتعد عن المواد الكيميائيه 28. طيب اغذيه الديوكسين اغذيه ولا ادويه؟ أغذية. وضحت الصوره؟ لذلك اذا فهمناها صح نستطيع ان احنا نفهمها للناس صح، واذا احنا قدرنا نفهم الناس صح والله وصلنا لهم الخير. بغض النظر انا والله هدفي فقط صحي ولا مالي، لا انا اقول لك من الان اعلنها كذا واضحه، هدفي صحي مالي وانفع الناس كلهم بهذا المشروع الذكي، واكون واضح مع الناس، واللي انا اقدم لك خدمات نظير انا استفيد مو من جيبك من جيب الشركه، على خطه واضحه مثل ما انا قاعد اسوي انت ممكن تستفيد، واكون واضح معك بطريقه صحيحه وتدرجيه، تمام؟ طيب من ضمن التاملات لسه احنا بالطياره شادين الأحزمة؟ قربنا معي نص ساعة أنا معاكم لحد ما أنهي اللي يقوم بكيفه. طيب الآن إذا صار عندنا توازن في الأطروحات وفي فكرتنا للمنتجات والاستفادة الصحية المالية، معناته لا تركز فقط على المنتجات الرئيسية، مع احترامنا وحفظ قدر المنتجات الرئيسية في شركة ديكسن، وكلنا مؤمنين فيها، وأنا شخصيا مؤمن فيها آلاف المرات، مو 100%، مؤمن فيها 1000%، مليار بالمية بمنافعها علميا وواقعيا، تجارب طويله مع المنتجات في بيتي في اسرتي في الناس اللي اتابعهم الاف حول العالم بفضل الله عز وجل، تمام؟ لكن انا ممكن الان اعرض على واحد يقول له تعال ما اقول له منتجات الغذاء قلويه اللي هو الريش الطحالب، هو ابدا ممكن اقول له صابونه، ممكن ادعو له الشركه بسبب قهوه ولا افتح له المنتجات الاخرى. ليش؟ لماذا؟ انا اريد ان يوصل للريش والطحالب نوري وابي له الخير، نعم، بس اللي انا قدامي شخص مثلا آخر أولوياته الصحة مثلا، ولا هو مهتم بالصحة ولا يدري عن الصحة. طيب كيف عرفت؟ كيف؟ شلون عرفت أن هذا اهتمام بالصحة؟ من حياته. من حالته. مثلا جيت لي واحد حياته أو قد يكون صديقي مثلا، هو لا عنده حركة ولا عنده كذا، ومثلا نفترض عنده تدخين وعنده مثلا كذا وعنده وجبات سريعة للنهار، وتعرف هو بعيد عن الصحة. لو جيت قلت له تعال ترى في منتجات تسوي بالجسم كذا كذا، زين الحمد لله بارك خير، بس ما بيدخلنا. هو ايش راح يقول لك بعدين؟ مين قال؟ من الدكتور اللي قال؟ هل يناسبني ولا يناسبني؟ طيب انت دكتور ولا مش دكتور؟ انت على اساس تقول هذا الكلام؟ لا ولا لازم استشير دكتور. هذه كلها اعذار تبرات، وما يريد يدخل، هو ما يريد يترك الواقع اللي هو فيه، لانه هو اصلا الوعي الصحي عنده منخفض جدا. شلون عرفت؟ ابجديات حياته، اولويات حياته شنو؟ تمام؟ اذا هذا وامثال. ليش اجي اقول الريشي وطحالب؟ مع اني اريد ان يوصل هذا المستوى، بس الان اقدر اقول ايش؟ تعال انت مو تحب العصير وتحب العصير المنعش المفيد اللذيذ الحلو، تعال بسم الله عندنا الروسيل، عندنا خل بالعسل، عندنا حركات على كيفك، تعال معها مشروع ذكي يخليك تاخذ اقل، يعني بكره تاخذها مجانا الخ باقي مشروع كامل، وعندنا سفر وترحال اعرض اي مشروع متكامل بعيد ما افتح مع الاغذيه الرئيسيه. ليش اقول هذا الكلام؟ لان نسبه قبوله للفكره راح تكون اعلى. طيب جاب، هل انا الحين غشيته يعني؟ لا، أنا أبي له الخير بالأخير، لكن ما أبيه هو يتصادم مع الفكرة فيحرم الخير. هذا إذا كان له نصيب في هذا الخير، إذا كان له هو نصيب. مش أنت، لكن لا تعرض المشروع وأنت فهمتوا قصدي؟ هذا مشروع بكل قوة، هذا مشروع أنت عندك كنز قاعد تقدم الآخرين، قاعد تشارك فيه الآخرين. لما تعرضه بالطريقة الصحيحة وبالآلية الصحيحة وبالتدرج وكل واحد على حسب ما يحتاج. طيب أيهما الآن؟ سؤال،